هتسافر باريس ببلاش بعد الاحداث اللي حصلت امبارح، هتروح ولا لا؟ اكيد ممكن اسافر طبعا. هسافر. اكيد اوي. لا اخاف طبعا، طبعا اخاف. ايه اللي يوديني؟ لا، لان في ارهاب هناك. ارموني انتوا في فرنسا ومالكمش دعوه. طبعا لا. لا هروح ان شاء الله. موافق طبعا. اكيد عشان اكل عيش. ايوه هروح. هروح طبعا. نروح وما بيهمناش اي حاجه. طبعا نروح عادي جدا. لا مش هروح طبعا. انا هسافر على طول. لا طبعا مش هروح. يعني ممكن اروح باريس وبعدين اتنقل. طب ليه؟ باريس بلد جميل. ما هي بلد جميله جدا يعني. الارهاب في اي مكان وهو عايز يدمر المكان نفسه. لا احنا هنا عندنا الامن واعي هنا، واخد بالك، وبتابع وبيضرب جذور الارهاب في مكانها. طبعا هو اللي حصل في باريس امبارح حرام حرام حرام. مفيش حد يسافر لباريس وانا اوديه في التهلكه. وما احنا عندنا حصل برضو مشكله في قلب شرم الشيخ، هل بمعنى كده احنا نمنع السفر ونمنع السياحه ونمنع الدنيا دي كلها؟ لا طبعا. سبب ان انا عايز امشي من البلد دي. اي حادث ارهابي بالنسبه لنا بيبقى دافع ان انا اقاوم الارهاب، اروح المكان اللي هو فيه ارهاب واقول انك انت مهما ولعت مهما عملت حاجه ما بتفرقش معايا خالص. لا هم عندهم ارهاب وهم هيبقوا مع دين الاسلام بعد كده. الارهاب موجود في كل مكان وكل زمان. حظ، ما هو ممكن الواحد يقعد هنا في مصر ويتقتل برضه. بس احنا برضو بنقول للناس مش شمتانين ولا اي حاجه، احنا عايزين نوري الناس ان الارهاب في كل مكان مش في مصر بس.